هلا هذا الشيء ماله، هذا القرار ماله كتير قديم يعني، بس بعتقد عمر، ابو عمر تحبه حنان. الاكيد والبديهي انه اي انسان بدالي حيكون شعوره كتير حلو، بس فضل من رب العالمين انا كنت مهيأ نفسيا ومعنويا وجسديا لهي المرحلة، لأنه اجت عن اجتهاد فضل من رب العالمين. هاي المرحلة تقريبا انتو كنتوا شايفين قديش انا كنت عم اشتغل بالفترة الماضية على هاي الخطوة وهاي المرحلة اللي انا فيها. وطبعا مع الحمادات كنت متوقع كل شيء، طبعا يعني، لانه ما في حدا بيعرف الطريق الصحيح او الطبخة الصحيحة حيسلم السر. دائما سر الطريق الصحيح بايدنا. لك انا يفضح عينك، رسميا يفضح عينك. انا يعني مستحيل تلاقوا انسان يعني عنده درجة تقرب من الناس بيحبوه قدي. ليك ما بنضحك اشاعات، لا. حمادة لأنه نوعا ما أنا إنسان معاشر كتير، كل الثقافات وكل الأطياف وكل الأديان وكل الأعراق وشو ما بدكم بالعالم، فعندي خليط لهجات وثقافات براسي، لما بيجي بدي أكتب بيطلع هذا كلياته. بس بغض النظر عن الإطراء كلياته بشلبي، أكيد بنبسط. أي حدا بيتجدد الشغف عنده لما بشوف الشيء اللي عم بصير والإنجازات اللي عم بتصير، وإنه اسم سوريا فنيا عم يرجع ينطرح بالمشهد العربي بعد انقطاع جدا طويل، وإني جزء من هي الخطة. أكيد الحمد لله، وأكيد كتير مبسوط. إن كان عم بيقلد ولا ما عم بيقلد، أي حدا عم يشتغل على حاله لا يرجع يحط اسمنا كأولاد بلاد الشام كسوريين بالمشهد العربي، أكيد حكون مبسوط وأكيد حكون عادم. حبه حنان. اليوم ننزل على سوريا، بننزل على لبنان، بننزل على الأردن، بننزل على الوطن العربي، بننزل على وين ما بدكم بتلاقي الأغنية مشغلة. بنطلع على السوشيال ميديا بلاقي نفس الشخص اللي عم بشغلها أو رفيقته عم بتشغلها ورفيقه عم بشغلها، بده يبين إنه هو حدا جدا مثقف وإنه هو برا الصندوق، إنه انتو كلكم عم تسمعوا أغنية، أنا عندي آراء. تقولني أنت وآرائك، فيك تعطي آرائك أكيد. نحنا مو مطلوب منا غير نقول له حبه حنان. نحن لأول مرة حاعطيكم السر الجمال الحقيقي لأي إنسان بالعالم، وكيف بدك تبين حلو شكلا وداخليا وخارجيا. هي النية الصافية ورضا الوالدين والرضا بالعموم، الرب والأهل.